السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، والنهارده هنفرز ملوخية بطريقة الست المصرية. اوعوا تكونوا لسه خايبين زي حالاتي وما فرزتوش لكم شوية ملوخية كده من ملوخية الصيف الحلوة دي يا جماعة. تنفعكم كده في شهر رمضان، وكمان الست العاملة تبقى حاجة كده جاهزة تحت ايديها على طول تطلعها كده وتعمل احلى طبق ملوخية. هنتكلم على كل تفاصيلها وازاي تحتفظ بقوامها، وكمان لونها الاخضر بتفضل معاكي من السنة للسنة. بنجيب الملوخية يا جماعة على حسب الكمية اللي احنا هنخزنها، بنقطفها ونغسلها غسيل كويس جدا مرة واتنين وتلاتة لحد ما ميتها تبقى معانا زي الفل. وبعد كده بنسيبها في مصفى تصفى من المية تماما. نكون محضرين على البوتاجاز معانا حاجتين اتنين، مية بتغلي ومية بتلج. مش لازم ان هتحطي مية بتغلي تكون جنبها مية بتلج. المية يا جماعة مش هنسيبها تغلي، المية مجرد ما هتنمل معانا ننزل بكمية الملوخية اللي احنا غاسلينها ومصفيينها تصفية تمام من المية تمام. وطبعا المية المتلج دي علشان نسرع من عملية تبريد الملوخية وما تفضلش داخلة معانا في مرحلة السوى وما تسودش مننا. خدوا بالكم من التفاصيل دي علشان هي اللي هتنجح معاكم الملوخية، ودي اسهل طريقة وطريقة مضمونة جدا. انا جربت طرق كتيرة قوي بس كانت طبعا فاشلة. الطريقة دي اللي نجحت معايا وطبعا بتفضل معايا من السنة للسنة، ما بتتغيرش بجد، وبتفضل محتفظة بقوامها ولونها. المية مجرد ما هتنمل معايا يعني قايمة، يعني مش بتغلي. خدوا بالكم يا جماعة، الخطوة دي مهمة جدا. المية مجرد ما هتنمل معانا كده وهتبتدي تقوم معانا، ننزل بكمية الملوخية ونقلب فيها تقليبة اتنين. يعني ما نكترش اكتر من دقيقة، على طول نبقى مجهزين مية بتلج زي كده علشان زي ما اقول لكم تسرع من عملية التبريد، لان احنا طبعا في الصيف والمية بتنزل من الحنفية دافية، فمش هتنجز معانا زي المية المتلج. خدوا بالكم من الخطوات دي قوي قوي قوي. تمام. ما ضفتش لميه اي اضافات خالص، لا سكر ولا كربونات ولا اي حاجه. مجرد ما الملوخيه هتبتدي لونها يخضر زي ما انتم شايفين كده، على طول انشل كل الكميه اللي معايا على الميه المتلجه عشان نسرع من التبريد بتاعها. جربوا الطريقه مش هتندموا بجد، هتطلع لفه معاكم مش هتسقط، هتفضل محتفظه بلونها الاخضر الحلو قوي قوي. تمام. هخلص كل كده كميه الملوخيه اللي معايا اطلعها طبعا من الميه دي. طبعا الميه ما بتغليش معانا زي ما انتم شايفين، مجرد ما هتنمل كده وهتحاول ايه يعني داخله على انها تغلي، هننزل بكميه الملوخيه تقليبه اتنين لحد ما لونها يخضر معانا كده، تحس ان هو قلب على خضار. على طول شيلي من الميه وعلى طول تبردها بميه بتلج زي ما انتم شايفين. طبعا هصفيها بقى يا جماعه من الميه دي خالص وهسيبها تصفى تماما. كمان معلومه يا جماعه قبل ما انسى، إيه، ما تسيبوهاش فترة طويلة، يعني حاولوا تصفوها على طول علشان برضو لونها بره ما يغيرش وتسود منكم. تمام. إيه، دي الملوخية هي يا جماعة، وممكن تخرطها بالمخرطة عادي وممكن تخرطها في الكبة المتاح عندك. هنزل بقى بكمية ايه شوية بشوية كده واخرطها، وبلاش بقى التخريط الناعم ده، خليه متوسط ولا خشن قوي ولا ناعم قوي، وطبعا حسب رغبتك برضو. ده كل واحد طبعا على حسب ما هو ايه عايز شكلها تبقى ايه. انا طبعا بحبها متوسطه، ولا خشنه قوي ولا ناعمه قوي. هبتدي بقى اخرطها بقى طبعا في الكبه كده، وزي ما بقولك لو عايزه تخرطيها هتبقى سهله برضو جدا معاكي بالمخرطه. اهم حاجه صفها من الميه، واهم حاجه ما تسيبهاش بعد خطوه التلج دي فتره طويله بره عشان ما تسودش منك. تمام. هخلص كل الكميه كده يا جماعه طبعا، وتجيبي بقى اكياس تلاجة وبتبتدي بقى تشيلي فيها على حسب انت استعمالك قد ايه. اهم حاجه خلي بالكم بقى من الخطوه ديت مهمه جدا. مجرد ما نحطها بقى في كيس التلاجة كده، نحاول يا جماعه نفردها على قدر الامكان في الكيس علشان ياما نيجي نطلعها ونعملها ما تبقاش ايه صعبه معانا، وتبقى كتله واحده، تبقى على طول ما تاخدش وقت معانا انها تفك معانا في الشوربه. وخدوا بالكم وانتوا جايين تطلعوها وتحطوها في الشوربه يا جماعه، ما تطلعوش بقى نقول نحطها في التلاجة من تحت او على رخامه المطبخ والحاجات دي. لا طبعا تكون الشوربه معاكي بتغلي، او تكون مثلا غليت وهديت شويه كده، وتنزلي بقى بالملوخيه بتاعتك طالعه من التلاجة، يا دوبك تجيبيها من التلاجة تنزليها على طول في الشوربه بتاعتك. تمام. لازم تفردها كده الفرده دي عشان هتسهل معاكي، وزي ما هتشوفوا معايا دلوقتي هتسهل معاكي وانتي بتنزلي بالملوخيه دي في قلب الشوربه. وزي ما بقول لك تاني وهاكد عليكي، الملوخيه تطلع على طول مباشره من الفريزر على الشوربه. تمام. والفرده دي هتسهل معاكي جدا زي ما هتشوف دلوقتي معايا الشوربه كده، لسه مطلعه طبعا بوريكم ان هي لسه طالعه من الفريزر. هنفكها بقى مع بعض وهتشوفوا السهولة، عشان انا قلت لكم التبطيطة دي هتفرق جامد جدا جدا وهتنجز معاكي في الوقت كمان. هنكسرها بقى بكل سهولة بقى رقيقة جدا.
هنكسرها بقى بكل سهولة كده اهي، زي ما انتوا شايفين. ده الهدف من الفردة دي يا جماعة، ولازم أن تطلع معاكم مجمدة زي ما انتوا شايفين علشان ما تسودش منكم. تمام اهي. خليكم ماشيين بقى على الخطوات دي، وبجد الطريقة دي سهلة جدا. انا جربت طرق كتيرة ما كانتش ناجحة معايا زي الطريقة دي. هنقلب بقى يمين وشمال كده لحد ما تفك معانا، وهتفك معانا على طول. وتاخدي القوام بقى، سواء انت بقى عايزاها خفيفة تقيلة على حسب القوام اللي انت بتحبي تاكلي بيه الملوخية. تمام اهي، فكت على طول، ما خدتش اي وقت خالص. وخضرة يا جماعة، وده كان عدى على تفريزها 10 ايام. عدى على تفريزها، ما حبيتش انزل الفيديو لوحده الا ما نجربها مع بعض. عدى على تفريز الملوخية دي 10 ايام في الفريزر. زي ما انتم شايفين محضره بقى طاسه، هنزل بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده، ونكون محضرين بقى الثوم والكزبره الناشفه بتاعتنا. وهتاخدي احلى طبق ملوخيه. بجد الحاجات التفريزات دي بتنفع جدا للست العامله. الست بقى اللي ما بتبقاش فاضيه من عيالها، بتبقى عايزه تفرز لها شويه حاجات ينفعوها، تنفعنا في رمضان. بصوا يا جماعه، الحاجات دي بجد بتبقى في البيت موفره جدا. استغلوا بقى اللي لسه خايف زي حالتي، زي ما بقول لكم كده، يخزنوا شويه ملوخيه شويه باميه. الحاجات دي هتنفعكم جدا. تمام. طبعا الملوخيه بقى طبعا يا جماعه، مجرد ما هتبتدي بقى تدي غلوه كده، انا ما بحبش اخليها تغلي كتير عشان ما تسقطش منك، وبرضه عشان ما تسودش. مجرد ما تحسي ان بقى هتبتدي تقلب وتغلي كده، تكوني بقى التوم بتاعك مظبوط، وتطشها على طول وبألف هنا. زي ما انتم شايفينها اهي يا جماعه، خضره ولونها جميل جدا. وطعمها ما تقدريش بقى تقولي فيها اي حاجه، طعمها زي الفل. هنحمر بقى التوم معانا، وبعد كده بقى ننزل بمعلقه كزبره ناشفه. وشموا بقى الروايح يا جماعة، بجد خطيرة جدا، والأكلة المفضلة طبعا عند المصريين. نزلت بقى بمعلقة الكزبرة الناشفة دي، ونقلب بقى كده. ابتدت الملوخية يا جماعة تاخد لها ايه أول غلوة كده على طول، ما نسيبهاش تغلي. نكون بقى نازلين بالثوم معانا عليها الطشة بتاعتنا، ونطفي بقى. والملوخية كده خلصت. ما تغطيش الملوخية على طول، سيبها مكشوفة شوية عشان ما تسقطش منك وما تسودش. بس هي دي الملوخية، مفيش أسهل من كده يا جماعة. بجد مفيش أسهل من كده. وادي قوامها، بجد جميلة جدا. طفيت النار وخلاص. يا رب يكون طريقتي عجبتكم، واكون قدرت افيد ولو حاجة بسيطة جدا. ما تنسوش بقى اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك حلو للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.